زمان كانت الأخلاق هي اللي بتعرف الإنسان، وكانت الكلمة الطيبة أغلى من الصورة، والستر أغلى من الشهرة. لكن دلوقتي في زمن السوشيال ميديا الدنيا اتغيرت قوي. كل واحد ماسك الموبايل بقى عنده منصة، وبضغطة زرار يقدر يفتح الكاميرا ويتكلم مع العالم كله. بس السؤال، هل فعلا كل اللي بيتقال يستحق انه يتسمع؟ او هل كل اللي بنشوفه بيمثلنا؟ بقينا نشوف ناس بتتكلم عن حياتها الخاصة قدام الكاميرا، تحكي اسرار بيتها او مشاكلها، كأن الخصوصية بقت شيء قديم ملوش لازمة. ناس بتتصنع، تمثل، تضحك، تبكي، مش عشان ترتاح او تفيد غيرها، لا، لكن عشان تجيب تفاعل، كأن التفاعل بقى المقياس الجديد للوجود. المؤلم مش بس ان الناس بقت تدور على المشاهدات، المؤلم ان القيم نفسها بدأت تتبدل. الحياء اللي كان زينة البنت والشاب بقى بيتقال عليه عقد او تخلف، والجدية في الشغل بقت كآبة، والاحترام بقى تمثيل. لكن الحقيقة، الشهرة عمرها ما كانت دليل نجاح، ولا عدد المتابعين عمره ما قال ان الشخص ده محترم او مؤثر بجد. القيمة الحقيقية مش في كم الناس اللي تشوفك، لكن في كم الناس اللي تحترمك بعد ما تشوفك. استخدم السوشيال ميديا، بس خليك انت اللي تتحكم فيها، مش هي اللي تتحكم فيك. خليها وسيلة خير، علم، توعية، دعم، مش وسيلة لنسف القيم اللي تربينا عليها. خليها تعكس أجمل ما فيك، مش أكتر ما يلفت الأنظار. في النهاية، الناس ممكن تنسى وشك، لكن مش هتنسى أخلاقك. والمشاهدات ممكن تخلص، بس الأثر الطيب بيعيش.